تطورات ساخنة داخل النادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة. أزمة جديدة بسبب ملف احتراف إمام عاشور، وتصريحات قوية من وكيل آدم وطني ضد إدارة النادي. وفي المقابل الأهلي يواصل تحركاته في سوق الانتقالات، يعلن التعاقد مع محمود صلاح ويقترب من حسم صفقة توفيق محمد لتعويض إصابة يوسف بالعمري. كل التفاصيل في السطور القادمة. البداية مع الملف الأكثر إثارة للجدل. آدم وطني وكيل اللاعبين تحدث عبر منصة وين وين عن وجود حالة من الاستياء بسبب طريقة تعامل الأهلي مع ملف احتراف بعض لاعبيه. وبحسب تصريحات آدم وطني، إدارة الأهلي كانت قد وعدت منذ العام الماضي بتسهيل خروج إمام عاشور ومحمد عبد الله حال وصول عروض احتراف جدة ومناسبة. لكن وكيل اللاعبين أكد أن هذه الوعود من وجهة نظره لم يتم تنفيذها حتى الآن. وطني ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث قال إن بعض الأندية ترسل عروضا رسمية للاعبي الأهلي دون الحصول على رد واضح من إدارة النادي. كما أشار إلى أن بعض اللاعبين يتم إبلاغهم بعدم وجود عروض، رغم تأكيد وكلائهم وجود مفاوضات أو عروض مقدمة بالفعل. وحتى الآن تبقى هذه التصريحات على مسؤولية آدم وطني في انتظار أي توضيح رسمي من جانب النادي الأهلي. وبالطبع اسم إمام عاشور هو الأكثر جذبا للأنظار في هذا الملف. اللاعب يعد واحدا من أهم العناصر داخل صفوف الأهلي، وأي حديث عن رحيله للاحتراف يفتح بابا كبيرا للنقاش. هنا يجب التفريق بين نقطتين: الأهلي من حقه رفض أي عرض لا يناسبه فنيا أو ماليا، لكن في المقابل إذا كان هناك بالفعل اتفاق سابق مع اللاعب بشأن تسهيل احترافه، فمن الطبيعي أن ينتظر اللاعب وضوحا كاملا في التعامل معه. السؤال الآن: هل وصلت بالفعل عروض رسمية لإمام عاشور؟ وهل رفض الأهلي هذه العروض؟ أم أن الأمر لا يزال في إطار اتصالات ومفاوضات فقط؟ الإجابة الرسمية على هذه الأسئلة ستنهي جزءا كبيرا من الجدل. للخبر الثاني، محمود صلاح أهلاوي لمدة 5 مواسم. وننتقل إلى سوق الانتقالات. النادي الأهلي أعلن رسميا التعاقد مع محمود صلاح لاعب غزل المحلة لمدة 5 مواسم، وتم إنهاء الإجراءات المالية والإدارية للصفقة عن طريق الدكتور عصام سراج الدين رئيس قطاع التعاقدات بالتنسيق مع وائل ممعة مدير الكرة. وبحسب التفاصيل المتداولة عن الصفقة، حصل غزل المحلة على 30 مليون جنيه، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه حوافز مرتبطة بتحقيق البطولات المحلية والقارية، أي أن القيمة الإجمالية للصفقة قد تصل إلى 40 مليون جنيه. تنازلات كبيرة من محمود صلاح. اللافت في الصفقة أن محمود صلاح قدم عدة تنازلات من أجل إتمام انتقاله إلى الأهلي. اللاعب تنازل عن جزء كبير من راتبه في موسمه الأول لصالح غزل المحلة، كما تنازل عن مليوني جنيه من مستحقاته المتأخرة لدى ناديه السابق، إضافة إلى حصول غزل المحلة على نسبة 15% من إعادة بيع اللاعب مستقبلا. الصفقة تعكس اهتمام الأهلي بضم عناصر شابة للمستقبل، خصوصا أن اللاعب مرتبط بعقد طويل يمتد ل5 سنوات. ويبقى السؤال: هل يحصل محمود صلاح على فرصة مباشرة مع الفريق الأول، أم يبدأ الأهلي في تجهيزه تدريجيا باعتباره مشروعا للمستقبل؟ الخبر الثالث: توفيق محمد يقترب من الأهلي. وفي تحرك جديد داخل سوق الانتقالات، أصبح توفيق محمد الظهير الأيسر لفريق بتروجيت على أعتاب الانضمام للنادي الأهلي. وبحسب مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات لإلى كرة، يخضع توفيق محمد للفحص الطبي داخل إحدى مستشفيات القاهرة الكبرى تمهيدا لاستكمال انتقاله إلى القلعة الحمراء. المصدر أكد أن الاتفاقات التعاقدية بين الأهلي وبتروجيت تمت بالفعل، وأن اللاعب ينتظر اجتياز الكشف الطبي ثم توقيع العقود والخضوع لجلسة التصوير الرسمية. ومن المنتظر تواجد اللاعب داخل النادي من أجل إتمام الإجراءات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة. لماذا تحرك الأهلي نحو توفيق محمد؟ تحرك الأهلي جاء سريعا بعد الإصابة القوية التي تعرض لها المغربي يوسف بالعمري بقطع في الرباط الصليبي، وهي إصابة تفرض غيابا طويلا، وبالتالي أصبح تدعيم مركز الظهير الأيسر أمرا ضروريا بالنسبة للجهاز الفني. ومن هنا ظهر اسم توفيق محمد كأحد الحلول المطروحة لتعويض هذا الغياب. لكن الصفقة تفتح هي الأخرى سؤالا مهما: هل توفيق محمد كان هدفا للأهلي من البداية، أم أن إصابة بالعمري دفعت الإدارة للتحرك سريعا وحسم الصفقة؟ قراءة في المشهد إذن: الأهلي يعيش ساعات مزدحمة للغاية. من ناحية هناك جدل بشأن عروض الاحتراف ومستقبل إمام عاشور، وتصريحات قوية من وكيله تحتاج إلى توضيح. ومن ناحية أخرى الإدارة تتحرك بسرعة في سوق الانتقالات. محمود صلاح ينضم رسميا لمدة 5 مواسم، وتوفيق محمد يقترب من الانضمام لتعويض إصابة يوسف بالعمري. الصورة تؤكد أن الأهلي يعمل على أكثر من ملف في الوقت نفسه، سواء من حيث الحفاظ على نجومه أو تدعيم الفريق بعناصر جديدة. لكن الملف الأهم الذي ينتظر الجماهير حسمه هو ملف إمام عاشور. الخاتمة:
ويبقى السؤال للجمهور الأهلاوي: إذا وصل عرض احتراف قوي ورسمي لإمام عاشور، هل تؤيد رحيله أم ترى أن الأهلي يجب أن يتمسك باللاعب مهما كان العرض؟ وكيف ترى صفقتي محمود صلاح وتوفيق محمد؟ اكتب رأيك في التعليقات.